لغز توصيل النقاط دوت حقيقي ولا اشتغالة؟ بيبقى حقيقي وفي اشتغالة. الاشتغالة في ايه؟ ان توصيل النقاط ديت بيبقى هندسيا. ففي اللي بيعمل فيديو اكيد صادفك ان انت لقيت لغز شبه كده، ربع ساعة او نص ساعة بتحاول تفكر فيه، بتحاول تحله، مش قادر تحله، مش لاقي التوصيل الصح. دوت بيبقى فخ، ان هو ما تقدرش توصله، والغرض عندهم إعادة تشغيل الفيديو كذا مرة، إن أنت تقعد تتفرج كذا مرة وما بتوصلش للحل. زي إيه بقى؟ كده. هنا أنا سبت نقطة، طب أنا لو جربت بدل من هنا برضه سبت نقطة. الحل إزاي؟ هنشوفوا الحل إزاي. الحل هندسيا. هندسيا أنا يا إما أزود نقطة هنا وسيبناها كده. طبيعة الفيديوهات اللي أنا بعملها بتبقى زي ما انتوا شايفين كده. مثلا بعمل مرة بسيب فيها نقطة وما بوصلهاش، وبوري لك الحل بيجي ازاي. كده. كده الحل. طريقة تانية في ديت، ان انا يعني انا زودت مثلا هنا ووصلتها بالطريقة دي. الطريقة التانية ان انا كنت همسح النقطة دي. خلينا نجربها بلون تاني وهنبدأه من هنا. سبت نقطة اهي. تاني جربناها. كده اتوصلت صح. معانا حلين ليها، اللي هي زودنا نقطة من بره ووريتك الحل صح ازاي، والحل التاني ان احنا شلنا النقطة دي. هو ده الحل الهندسي للغز اللي شبه دوت. ما تضيعش وقتك في فيديوهات الغرض منها إعادة تشغيل 5 دقايق، أو يعني حاول مرة أو مرتين في دماغك ما لقيتهاش حل، يبقى هي ملهاش حل.